أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس ويس 14 الدروس بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني رحمه الله. كنت سميت مثلا الدرس عدان نود كان الأحاديث يدي هضرن في شروط صحة الصلاة. تظليث عبادة من أقدس العبادات. الصلاة عماد الدين، تجديد تمقرات دي الدين النار باش تيقظ ربي سبحانه عز وجل إلى قد 29 شروط أساسية، وكسائر الأعمال الشرط مزوالو إلى قال لله إخلاص لله إلى قد سيدي وذم ربي سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا يصلي ربي شرط ويسينا قد سيدي توافق السنة، توافق الطريقة الكيفية يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الصحيح عند ديننا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ظلت أماكن إثوالام الزلق الدرس بوسع كنت تصيدي في الدون أد نشرحها كوين يعني ماشي بالطريقة اللي عندنا ندري من الحديث نشرح بلكن ينسخ الضمط ويصير ماذا الفرض ناخذ المندوب، ماذا الفرض ناخذ السنة، ماذا ممنوع حرام ناخذ مكروه. أسيد نخدم طريقة النظام بطريقة منهجية، نخدم الميثودولوجي ميثود عندها أتسيد نفسر كل حاجة وحدث. أدري في نساقي الفرائض السنن، نظر في المكروهات، في المبطلات أين يعني رسمة التظليث في الدرس الواسع أو الدرس وايد إن شاء الله تعالى في حدود الزمن، ولكن مع التركيز قليلا على المذهب المالكي. نركز شوية في المذهب المالكي يولفني مذانا يعني تطبيقا في المغرب العربي بشكل عام وبالذات في الجزائر. بس مثلا نبدو نشرح فرائض الصلاة. مردي الفرائض أنت دنوي وثيوث في كذاكي أريد جزارة بنات مثل تيج ما يجي يوث تصرف يستبطل إلا قثم تيخدم مردي ذي الفرض معنتها ورسعر الشواء ورسعر الاختيار إلا في كذاكي نشرحها كثورة الدرس في كذاكي اوبليغاتوار الى قد تطبق مثلا في قراصه الفرائض. وكنت سميت الحديث الى قد نحفظ مره: صلوا كما رايتموني اصلي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظلت اماكن اثوالا ظل نغتزلق. الفرض مزوالو ذي النيه، الفرض امزوالو ذي النيه. النية كي تصل الأحاديث تصل الآيات تركد لنا الآيات مزورث: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فاعبد الله مخلصا له الدين في سورة الزمر الآية الثانية. أتصل الآيات اللي يهضرن في موضوع النية الإخلاص. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يناد: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث صحيح. العبادة كي تصليت باش تيقظ ربي سبحانه إلاق أسنزور النية. النية تمزورث. وذاك العلماء يجب التعيين في الفرائض والسنن. يعني ميكرو مثلا هذه الصلاة إلاق أذي يخدم النية ينس ذا شريط الصلاة ذي الفجر نغذ الظهر نغذ الضحى نغذ المغرب نغذ العصر نغذ العشاء نغذ صلاة الجمعة نغذ صلاة العيد نغذ صلاة الكسوف نغذ الخسوف نغذ الاستسقاء صلاة اللهوة نغذ صلاة الحاجة وين يعني يبغى يغضب حاجة سيدي ربي سبحانه يغذ صلاة الحاجة إلى آخره. من كل تصليت أسنخدم النية يتنسب. والنية محلها القلب. النية أمكانس ذكول وريو جبارة في مذان باش أتيد يهضر يتلفظ بها أديني أنويغ تصليت من المغرب ماشي ذي الواجب. النية تنقول
ينوى الكوليس هذه الظل المغرب يكفي. النية محلها القلب. ولا يشترط ذكر عدد الركعات، ماشي شرط أمثال أد يفذر أشحال من ركعات. اش في غزيك في مغاري المتظلات تروح تصلي العشاء ديني صلاة العشاء 4 ركعات في الساعة استخدمنا ليميتينس صلاة العشاء 4 ركعات في الساعة. بس يوث النكتة كن وين كانت حقيقية وغدا فروا النساء 4 ضران الور ثوالث كان يعجبني الصفر حسني زهوليس ثنيا صلاة العشاء 4 يغار لك ساعة يعني الله غالب تفيس المحنة الكانون دايما السبويد الكانون أسنيش مدريشونا فركان. المهم يفغاس دوالي ماشي الواجب بنادم يفذر عدد الركعات الصغير. المغرب الساعة 3 العشاء الساعة 4 العصر 4 المغرب الظهر 4 الصريض بلا مثل ضد عدد الركعات. ولكن سمحتي لن شرك مذانا سولتي ساعة شوية الوسواس لو كانوا تيدي في الدرارة سخرت شوية ذاك العلماء جوزن باش ميكان هذه الصلاة ديالي الكوليس وادي ينطق شوية كاين صلاة العصر صلاة العشاء جوزنت ونسعى من الوسوسة كيسعانا. ولكن سمحتي وإلا قال ستغضى ولا طاس واستغضى ولا طاس خطريغة لو كان ستغضى ولا طاس الوسواس منين ثروي في الليل أذيوغا من كل حاجة لا قد نتقضيس ولا في الوضوء أتدي مريض كان سيدا قليل روح هذا الوضوء وني غنديو انت ديك الواس دعوذا لان شارك بذلك يدي والله مي كان هذا الوضوء أتسمسلايا زداتي ذي المري أتسمسلايا هاثان سرد غيفاسني ثلاثة يفرد هاثان ثورة ذي ميو ذا قموش هاثان يوثيو ثم بعد انزرني وقادومي أفوس يفوس يروي فيه من ما يسال يغال أما كديني يطفي يستعمريث الوسواسني التمادي في ذلك أري لها راه خاطر يتساوي إلى الخسارة يتساوي غير الخسارة يتمكن منه الوسواس. هذا يغال الوسواس الذي يطفي ذيك ساطاس. ولكن ما كان الدنيا بين قوسين يرتشي وين جوزن العلماء للإنسان عنده الشك أحيانا يتلفظ بالنية دفعا للوسواس ولكن لا يجوز التمادي في ذلك خوفا من التمكن منه. صافي الفرض زوري مثلا لو كان سيوثي ستاوين ذي النية مثلا مسألة فلاس الفريضة في السناث تكبيرة الإحرام سار شمر الصالف فقي فرض على الإمام والفذ والمأموم. أما ذا الإمام راه يصلي الشيخ علي أما ذا نكون فيرس أما ذا ولا يصلي وحدس سار شمر الصالف تكبيرة الإحرام ثم زوار مثلا ما تشمل الصلاة ديال الله أكبر فقيوم يقرأ تكبيرة الإحرام. ند العلماء لا يتحملها الإمام عن المأموم ماشي مسألة الشيخ علي ينسيت أسين كل سي بارابان أنا كش مديريكتي الظليث خاط أنا في كتاب الزوطة شو دي قال القرآن وخلاص لا ما يتحملهاش كل يوم أتتحملها في منس. ذاك الحديث صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور يعني ثسرس نتصليث الوضوء طهارة أما كد نشرح درسنا عليه وتحريمها التكبير يعني بعد ما يشمل حرمة الصلاة استكبيرة الإحرام الله أكبر وتحليلها التسليم مي فوق تصليث يفوق يتكامل أديني السلام عليكم طبعا هكا ذا الفرض وكاكي السنة على اليسار السلام عليكم. طيب صافي تكبيرة الإحرام ذا الفريضة فرض ثقيتي السنة في ثلاثة نكمل بعض التفاصيل ديال الموضوع كي سمحتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال
النبي صلى الله عليه وسلم شو سينا يولا يون الرجل لا يحسن الصلاة يولا يون يتظلى وتيقرز راه صلي فيس الحديث هاكي مهم إذا كان يدرلو ذي الركن الثاني هاكي ناضي الفريضة الثانية السميثي ولا ويتظلى راه تظلي تيقرز ينكمالا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يشرح سد يفقنا سد أمشي هذه الظليت لا شو سينا الناس الحديث قدينا كثير صحيح يسفر الإمام البخاري والإمام مسلم الناس إذا قمت إلى الصلاة فكبر مثل كرر الظليت كبر تكبيرة الإحرام ستكشمل الظليت الله أكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن أغرد أين تحفظ أين تصمد في القرآن الكريم ثم اركع حتى تطمئن راكعا من بعد خدم الركوع ألم تبض درجة الاطمئنان ماشي يصب كنكة ديالي يطمئن في الركوع ثقيل بعد نشرح في الأسئلة نهضر بعد ثم ارفع حتى تعتدل قائمة من ذكر الركوع دين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ذا غادي يكشوا طيماني صراحة في حالة القيام ماشي اللي يخدم شغل سبور لي موفمون كان رابيد خاطئ يعني يطمئن في حالة القيام أم بعد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ذا غير يسجد ألم ثبت درجة الاطمئنان ماشي كان كذا ذا نقاف كان ذي نقاف أم ياسر كان ذي الفقروس خاطئ من بعد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بالمثل كيف السجودين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى هذه قاعدة مسكة هذه يقيم يطمئن هذه يرتاح شوي وفعل ذلك في صلاتك كلها حديث صحيح حد نواظر الحديث هذه بشيء من التفصيل وبعدين في المسائل القادمة وذا قال العلماء الأمر للوجوب طيب ولكن سمحتي دائما في التكبير هل يجوز إيوان ودي قرأ الله أكبر أثيدين استقباليث ربي ذا مقرأ نغربي مقرأ ويجوز هندنا لا استقباليث ولا بمرادفها ولو باللغة العربية هذه مثلا الله أعظم خاطئ وتقرأ الله أعظم وتقرأ إن الله أكبر وريجو سيدنا ميم استعرف سوا الوايض سوا ولد يسام الله أكبر كما ورد لا يدين استقباليث ولا استفرنسيس ولا بأية لغة أخرى صافي يكون سميثيغ في هذه الساعة من السين الفرض مزوارو ذي النية الفرض والسين تكبيرة الإحرام الفرض والثلاثة القيام لها في الفرض معناه أتدير التكبير وأنت في حالة القيام ماشي ولا يديني جالسا أدين الله أكبر أبرا ذكر خاطئ إلى قد يني تكبيرة الإحرام في حالة القيام هذه اللي يفد يتجه القبلة يقول الله أكبر ذاك يرتشيوين انتر بارونتيز إلا لأصحاب الأعذار موضين إلا في حالة استرخاء مستلقي على فراشه نغوين يظل مستغيميث صاحب العذر ويسمير في فد ويسمير يقيم في كرسي الله أكبر وهو جالس نغلي صلاة المسافر ما كان يدرسون يعطي الطيارة إلا داخل الطيارة وتسنكر الظل سيبدي الكرسي سندايلا على كل حال ثمسل تجد في تفاصيل كان من العلماء اللي قال لك أتزرد الطيارة ما إلا ورثو في ظهر الوقت هذا الزلط فصاري ثلاث تجمعهم ظهر العصر جمع تقديم أو تأخير صلاة المغرب مع العشاء زرد جمع تأخير أتوضض في 12 كيا سام كان يتقصد جيت الميث بضل الظل المغرب العشاء مما إلا كطفل حالي إذا هو يقيم الجنيه أدور الفجر مازال يزور المغرب العشاء يصلي هذه الظل داخل الطيارة أماس الوضوء أماس التيمم وتسقط عنه القبلة كما بينا فيما سبق فيما أسميناه بتخفيفات الإسقاط
تخفيفة الإبدال ندذ بدل لا يتيمم ما يسعى العذر إذا كان من أصحاب الأعذار بدلا من الوضوء بالعمل بدل كم كان بما تخفيف الإبدال نغ القيام بدل القعود بدل القيام ورسمي رثي في التستغيميث نغ سوف لهم طرحان دايقان في السويس موضوع ذا ومقارن تخفيف الإسقاط أمثاقي تسقط عنك القبلة الطيارات الراكبة ماشي القبلة وقت نصلي الزلق والسلام الزلق والقرغرة غير في الكوموندون الطيارة ريسا كا القبلة باسكو ريسمي راسير سقطت يعني فقها يجوز ذلك. طيب سيدي القيام إذا أديني كلمة الله أكبر أتديني وأنت في حالة القيام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إن تصلي قائمة تصلي قائمة تبدأ صلاتك بالقيام ثم تكبر وأنت قائم لكن فإن لم تستطيع فقاعدة وإن فإن لم تستطيع فعلى جنب وجي يعني الحديث جي ويقصد كان يعني في تكبيرة الإحرام في الصلاة ككل الصلاة حديث جامع ظالثة تيسيف الدين مسمضة استغيمت مسمضة وأنت على جنب مستلقي. ولكن تجوز صلاة النفل جالسا صلاة النافلة تجوز جالسا تجوز بالجلوس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر الحديث إن ثواب الجالس نصف ثواب القائم. أيوة نصف لاجر يصد النص. والعلماء سميس قردش الأحاديث كي أنند للمرهق تعبان يوني عيا زوصة العشاء من بعد وريس ميرا إن فيها تظل سيفدي هذه قيم في صلاة التراويح لا يشارك مثلا هذه الظل دبو موريس ميرا هذه يروح القهوة هذه يروح عندها يفخ لا حرج من الناحية الفقهية لقد تنسين بلي يجوز بنادم هذه قيم هذه الظل استغيث يا خويا الصلاة العشاء كاملة ركعتين 4 سيفدي سي قائم ركعتين النافلة صلاة التراويح النافلة ورزمير غارة الظل استغيميث والذبع الشيخ عادي يجوز مادام نظر يجوز لا نستنكر على الناس واش نقاري الغاشي فنيان نغير الظالم تجوز مادام يجوز اما كندينا غير مثلا مازال نكمل مازال نتعمق شويه يدوروا ساكن الجماعه المبارك ان شاء الله تعالى نسي بقدر الامكان نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولو يبغى ربي الخير في كتاب وسنة الفقه هذه الدين والفقه قالت ما تنسي شوط يوثي نسقر شي يوثي ذيوغ الفقه منتشر مثل السلة الصدر تواشولنا غير مسلمين غير اخره ابر الانسان لا يستنكر مولاش اللي غنديو نواسا يولو مخلوقين الظل الغاشي يزور سيسن شفاعة الوثر يسدوك لي ثنتا من المغرب اسقر سبحان الله يكريون واه روحو داخل الجامع ونسى غير يثيثوك ورسمي فوق الناس يكونون السينارة ثقي طبعا العبد ثقي سمحت لي ماشي تصرف كاع الشرع والدين راك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيسينا وينا ولا فيه هرداك تصاليثيس ولكن يفكاس النصيحة خدمك انا ما تكفى تصاليثي وكيف غادي يصل الشفاعة الوثر اثني سدوك لي جوز بلا ما يفرق اثني التسليم اثني الظلام المغرب ولكن قبل هذا يخدم الشيء قال يخبر الغاشي اسني يا جماعة الخير يراو كيخدمك ماشي ذا الامام ذي نفقي ذي رمضان يزولي يبوث الناس الشيخ الزالي يفضلي تعطيه الصحة يقدميث نتا يسوف غد يبود حاجة دوبل في هكا ماشي هكا يا خويا ذي الشهور الامام اسيني الشيخ مشي تظلم شفاعة الوثر من ناس لو كان تنفرق تسليم شفاعة ركعتين الوثر راس ركعة هذه خدمة كني ولا قال الانسان يخالف كان يعرف خاطر ميم الفقه يحوج الترفقه الفقه يحوج الحلاقه ماشي كان الحكام. طيب سيدي ثيص 4 الفرض ثيص 4 نتي 3 القيام لتكبيرة الإحرام ثيص 4 قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلوات ذي الفرض باش أدنغر ثصورس للفاتحة ذي الفرض أدني مدالكين يغنفي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث كي يصحى يسوف غير الإمام مسلم نسيت الصوت الإمام مسلم
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثورة قيث مثلا بعد غير الحديث بشيء من التفصيل ذا غير حديث أبي هريرة حديث وايض إن ياك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشو دينا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وقيل الحديث ديال رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين حديث السلام ساكن بلا شك مرديني ومذان الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى رب لسيني حمدني عبدي لا عبدي حمدني. وإذا قال الرحمن الرحيم سينا الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. كل شرح الحديث ما يكفيش الوقت هيدي غير كان القرايه. وإذا قال مالك يوم الدين سيني مالك يوم الدين سيني مجدني عبدي معنى العبدي عظمني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين رب سيني هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أم بعد فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم دعاءني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي سبحانه وتعالى قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حديث الصحة يوسف غير الإمام مسلم. والحديث كي بويض يوكد يكونفيرمي الحديث اللي ديالنا ثورة كان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن لقيت مثلا لا تكرم تفاصيل ذا شفت. أولا العلماء ما يسقردش الحديث كي لا العلماء ديالنا لا صلاة صحيحة لا العلماء ديالنا لا صلاة كاملة نفي الصحة أو نفي الكمال نفي الصحة أو نفي الكمال. مرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. للعلماء تفهمن باللي ثظليثيس ورث صحارى يعني ورث قبل لا صلاة ورث ولا ولد نغرى الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المدفوك. للعلماء دينان لا صلاة كاملة معناه مود يغرى الفاتحة ورث كمال لا تصليثيس. لذلك الإمام الشافعي مثلا يقرأ كي لقات يتغرض ميم كمأمون سيتادير يولدي ما يروح ارثمورا غادا تطبق الإمام المذهب الشافعي. الشيخ ميد يغرى الحمد لله رب العالمين لم يفك ديني ولا الضالين هذه السوسن. الشيخ هذه السوسن هذه يفك شويه الطون شويه الوقت يوقع ذي الظلم الفيرس باش تتغرن ذكول نسن ماشي الجهر. مثلا صلاة المغرب الصلاة السرية الطهور نغ العصر غادي الشيخ قارت وحدث نثني قارت وحدث. ولكن ذي الصلاة الجهرية أما ذي صلاة الفجر الصبح أما ذي صلاة المغرب أما صلاة العشاء ركعتين تمزورة ميت يغرى الشيخ ثا سورة الفاتحة هذه السوسن هذه فيك فرصة لوكازيون هذه فيك الوقت يوقع ذي الظلم الفيرس باش تدغرن ذكولة وننس غير تدني هكا خاطر كما يبوك الحال ريون الجامعة عندها طبقنا كالمذهب الشافعي وسقرا الإمام كي راه كيسوس شغل ماذا الفقه ما تخص المسلمين تتقلقل بس تاع مسلم نورمال يدير المذهب الشافعي من يكون الشيخ على ميدي الزول المغرب يغرد كان فاتحة يكمل وغير فكار الفرصة خاطر المذهب المالكي يغرى سيد نسلا يثبت الحديث الى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغرى. طيب لا تجب قراءة الفاتحة في المذهب المالكي على المأموم بل يجب عليه الإنصات. مثل الشيخ يغرى سورة الفاتحة ذي الصلاة الجهرية أما ذي الصبح أما ذي المغرب صلاة ركعتين مزورة أما ذي العشاء صلاة ركعتين مزورة الواجب أنفك ثم الزوث أنسل ماشي الشيخ قارس يكون قارس وحدنا خاطئ. الحديث اللي استشهد به المالكية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن ماجه صحيح. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم
إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام للرالينس الدورينس باش يؤتم به، يعني أثن ظفر نغاث نذبع. فإذا كبر كدين النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا بدينا الله أكبر، نكون دين الفرس الله أكبر أثن نذبع توجور. ولا قال تكبر قبل الشيخ، نغاث ركع قبل الشيخ، أتسجد قبل الشيخ، لو قال يتحارن توجور يزوار الشيخ، توجور يزوار رابيد تي جي في دايما يتحال ذبع الشيخ. ذا غويا ضغط تعطيل خدم روطاري ذاته الشيخ دي جاي غراضي يبدا يصبد انت مازال السجود ذبع. والصلاة سبحان الله تعلمين فاز من النظام او يفكر ربي وندينا شكيت والله العظيم ما شكيت تاع صح من النظام الاورغانيزاسيون سيميت اي نيفل في النظام مقبول. ميمتي بعض الامور سمحتي اونتر بارونتيز عندنا خدمه شويه المشاكل بعض الشباب ربي يهديهم ويهدينا سكوتش اللي خدمنا كنا تصفض يمثل ليكيب تخدم سكوتش ليكيب ثايضه تسكس ليكيب ثايضه تخدم الباندور هذا نقيم تكتشوك هذا نقيم المشاكل يعني ربي غنستوفى كل شيء على كاع ثم ما يلتو خدمه في الجامعه باش نسقم الغاشي. الغرض هو باش تسويت الصفوف، هذا هو الغرض. ماشي سكوتش ني البانتور ني ذي الواجب الا غتنخدم اثنخدم بنيه ذا شو باش يسقم الصف. هذا ما كان هذا ما كان. لذلك بين قوسين نزار بعض المساجد خاصه نزار دافرا. شفي اذكر مره ذي مارسيليا ماشي ذي مورتنا ذي مارسيليا سمعنا كل سكوتش وكذا الى اخره كل بانتور من بعد يقدر ربي يزور كيو الجامع صدقوني غير الشيخ يتزلك ذي فرا اكيد ظلم ولا شو كل بعد الناس جماعه الخير هنا كاين ناس من كذا ذي في الحرمه خاطيني شويه كاين هنا يا ولدي خدم تنكسنتن وكذا الى اخره لا يجوز وكذا. بروح الامام ناس الشيخ يوذم ربي يوذم ربي باش يديني جدع السيس دي فرا هو ماشي ظلم وكذا كيف ذي فرا مش زاد كاين نظام ديال النظام سوت ناس نغشوا السناره وصريناره باش يوليو في الجامع الى اخره. طيب اسمع الور النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. هذا الحديث واذا قرأ يعني فسره العلماء قرأ جهرا قرأ جهرا لا تنصت للسر هو سمات السر السر لا. واذا قرأ يعني جهرا في الصلاه الجهريه يجهرت فانصتوا في كتام الصوت سلف اش ودي يقرا. وقيل يصير أربعة الفرض ويس خمسة الركوع لذلك الركوع هذا الفرض يا جماعة الخير. سمحتي ولاد يسمو روطار ما يفاد الشيخ ديال السجود طار يحسب ركعات اللي عدى تحسبها إما إلا يبضد كان يفاتي ديال الركوع ولا ما يقول يسلارا وري حضرارا سورة الفاتحة ولا تلاوة القرآن ولا شيء يفاد الشيخ ديريكت ديال الركوع أركع معاه وحسبها ركعة تحسب الركعة خاطر الركوع ذا الفرض ربي ينادي القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الآيات. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم غاكني إن يستم ركعة ثم ركعة حتى تطمئن راكعة ذا قالت ولي من في ستوري اسمي ناس ذاك الفرائض يدينا صافي الركوع فرض ماشي السنة ذا الفرض وستة الرفع من الركوع خاطر لي الكاليتي هذه ركعة كان يكمل ديريكت يخدم كان شغل لاري يخدم لاري بعد يكمل النظر مرة يركع هذه يخدم كان الركوع من بعد هذه يخدم كان الركوع يخدم كان شطح يخدم كان يروح ديريكت يسجد خاطر ميقا ركع ذا الركوع يا جماعة الخير سمحوا لي اسمح لي كعارو يقرا هي شطحه لا الويضه مشى يركع اتصفض فيك شراكينس اكيد خدمت ثقي غلطه ويا غادي يخدمك ذا غلطه وغادي يخدمك من بعد قرر يسير في ذيثي ولا كل راداري ولا كلش اسيدي الى اخره خط في هذه هيئات كلها خط معناتها كي تركع هكذا انك تروح انت موضع السجود
تولى لا ضر بمداكليك نغا تخزر شي وسيا خاطي هكاي. وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد معنى تطمئن ماشي والله يخمك هكا بعد ولا دير سبور ولا صحاب سبور زرا مش خدمن مي ديال الصلاه خاطر روح الساعه صرف حاضر بسبور على فكره يعني خاطر من خدم ذاك اني سقسريون رياضي كبير انك والله غير الاطمئنان اني مي دير سبور من الناحيه الصحيه الانسان يستفيد منه. وفيها طبيب ايضا سالته نفس السؤال الفوائد الصحيه من السجود من الركوع من القيام في الدورة الدموية هذه شرحي له السين غير سمحتي الطباء كونيك سنا سبيسياليتي نون نغسي يا ربي الحمد لله في الإعجاز العلمي الله يفتح عليك سي كريم في الإعجاز العلمي معناتها أثعب ضد ربي يرنا في بيض الفايدة نصحيك ثرف حطمت ألي روتور هذا الفرض والسبعة السجود الآية اللي قبل حين الكعو سجوده ذاكي الأصل هو ما معنى السجود؟ معنى وضع الجبهة على الأرض السرطة كان يلاقيني في القاع ذاكي لا تشير التفاصيل. أولا كيفاش الإنسان ما يصوب كنسي القيام باش يروح على يسجد هل ترى هذه الصوب في الركبتين نا في فسنس ثورة بلا ما تحكي معليش إلا يون نرمي خمكة سمع الله الحمد ربنا لك الحمد وبعدين ديري تاريخ المكي هذه الصوبة في كذا هكا لأنه قاعد يخدم لك لأنه قاعد لي فسنس اللي مزورة. السؤال لكم أمشي لها هكا نعم لها تسند رأي مخالف مسألة خلافية الله يفتح عليك مسألة خلافية هاي غرجة خطر لن بعض الناس تغفوا غير من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفقنت إنات حديث أبي هريرة رواه الإمام أبو داود إنات إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ولكن تثار تجور حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أصلي. سمحتي الدرس بوسع الدرس وايض لانت مسائل دقيقة جدا إذا كان نركز في الأسد ذاك يا جماعة الخير والزمير ضارة الدين الثاقين ذن تسذكان ثيض ولا شيت وتجوزارة سوى ما تجمع ذاك السنن أما السنن القولية أما السنن الفعلية أو السنن حتى السنن التقريرية في الأمر التفصيل السنن التقريرية ولكن خاصة السنن القولية والفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي لذلك الشيخ الألباني رحمه الله يريد أنك تكتب في الموضوع هذا نهضر في الدرس الثاني القادم من نهضر في الناس ربما إن شاء الله يا ربي أتيدا وغير فاسني إنك أماكن تسوالف وإن كانت العبارة كانت يردوا عليه بدقارة ما كانت تسوالف الصحابة واش قالوا الكوراج ديالنا أماكن تسوالف أكيد كاين والدي صلى الله عليه وسلم يخدم وشماري التفاصيل هذه ليسونسيال أنه العلماء رحمهم الله الشيخ الألباني وغيره قرشنتي مسألة مليح سوف غناخذ النتائج والزميضة تفضل يو الحديث غتفضل فلوس لو كان طبقت كان الحديث هكا مستورا كان حديث هكي مع تفهمض باللي ممنوع ولا ما كاش نهار تغلظ زوار ستي الشراريك نغث هذيك لو مثل الزميرة اللي كان في كذاك سمحتي والزميرة لا سلتو ما يسعى جوث الله يبارك مقرث نغي فاس نس هذيك شويه وري الزميرة يزوري فاس نس هذا غاسي ضارو فيها راه يوداس خاطئ يا ربي الحمد لله مية ثقيش جوز مسألة خلافية بالك يولد هذه في مارس دي فوا يمانيس ما يزور في فاسنيس ايسر دي فوا والله ما يزبر يزور في ضرنيس حسب الحالة الصحية نس وقد ينسى وقد يسوء أذيتسو أكن. طيب عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ذاك يثمثل ذاك مسألة مهمة ثورة ديفا بعض الناس ما يسجد سمحتي ثيك ولي ضارنيس يرفث نسيت فير
هذا فين ولا فين ولا يفاسنيس كذو قروسك يظهر ناس دفير يجديد. سبحان الله، مفهوم خاطئ إلى قف 7. معنى الجبهة ياكي يفاسن ثيك الشرع يظهر تسيك هذاك 7 1 3 5 7. وقي الحديث يوسف هذا الإمام البخاري. طيب، هل تجوز الصلاة على شيء رخو لا تستقر عليه الجبهة؟ مثلا التفضي والذي الظل في الصوف فاضوط تستخدم كثير سورتو دي الشتوى بس يولنا صغير دي الشتوى في الحمو هذيك اللي غادي عجبة شو تصليت إني هكا إني كيما ديك الشتوى هذاك فاضوط فهي دور كان اسمس يخرفي تخشى تاكني نيش اخويا مسجد اكن نيش باش تخشى انا راسي ديال الصيف باش تخشوا وراك يا زمان انت ظلم في المساجد زيك ثورة القرار ماشي كذا لا يجوز يتفهم يا جماعه الخير. نحمد ربي نشكر العباد اللي ثروا غير ميسوره الكليماتيزور ما دير الشتوى الومن يحمان لي موكيت يخص كذا قنعرض ربي كذا الصحابه يزمالكين وتفهم راه تسالم كان العباده ميواكي يرنا اكثر. ولات بعض المساجد عند لا موكات نينس خدم لا موكات نشتي الهاجف دوبل ولا كاينش الوغ من المي يخدم كذا ركعك وقروس داخل دي تبان لك. فبالتالي وحتى العمامه تعمم ثني 3 عام ثاك الناس دوار فرس كان تسافر يبا ما في رقيقه معليش ما تزوران تني تخدم واحد 60 مرة تدوار ذاك شحال كني يقيم يتعلق يصير سكان ثا عام ثني يزول صور الصولاله 9 عام ثني كان يقبض الا قد صوت تصوض القاع معناتها العلماء انك تستقر الجبهه على الارض على شيء يابس او شيء حتى لا موكات ولا كل مره تحصرت الى اخره طبعا كلها جائزه. ولكن سمحت لي بيان سور ما دينا ضيق السجود وكذا الى قد صار بلي المريض رفع عنه تخفيف الاسقاط ماذا موضين الذي صار في كرسي ويزمر يسجد كان كي يدير الركوع هكا مثلا السجود اكثر من الركوع قليلا هذا ما كان خلاص وين يسعى الرخص سيدي فافور موضوع الرخص وحدس أبرد نظر شرح الرخص هذا نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واش قال العلماء أيضا في هذه المسألة؟ الذي يتتبع الرخص أنت لا رخصة يبضيت يسيبليت من في الزكاة ديال الأمور كيف كيد الرخصة ذات لا ما يهمنيش الشافعيين مالكيين يمكن قلبي يدير لي فافور ديال الصليت هذه يقلب لي فافور ديال رمضان كيف ما إلا ثلاث مذهب المكاشي قال قضاء رمضان الشافعي يشير لا الشافعي خير ذي أو يفضل لي ولا ما تشارك خطأ بالساعة دار رمضان الساعة دار ذي الزكاة سورتو ذي الحج عندها يقول شغل ذي الحج يقول شغل طاس سيدي من بابا كيني الجماعي ذاك الرخص في كيت انت تحوايج خدمت والعلماء الناد من تتبع الرخص يعني وقيت شغليس فقد اجتمع فيه الشر كله والعياذ بالله. سيتادير ذيريث يعني الكلام محسوب ينهى عن تتبع الرخص. ثيس 8 جماعة الخير الرفع من السجود لأن هذا السجود لأن فهميت ثلاثي 8 الرفع من السجود ماشي غتقام كان ذين من بعد تسلم كان ذين أدخل كل شوالوية التحيات الصلاة الإبراهيمية وبعدين السلام عليكم السلام تكرر ديريكت خاطئ ترفع من السجود الحديث الدنيا لكني النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا السجاد خدم الواجب الفرض غرض دين سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وبعدين في الدعاء ادعو في السجود وبعدين ارفع من السجود وكي الفرض ويست 8 الفرض ويست 9 الجلسة بين السجدتين مثل خدمة السجود سجدة مزوارف أذكرت باش تقيمض شوية تلقى قاص الجلسة بين السجدتين
ثقي ماشي جلسة الاستراحة، ثقي واحد الساعة خطير يا أخي. مثل ركعة أباري ترفع من الركوع، أباري أتسجد سجدة مزورث، من بعد أتقيمض كشطح تطمئن، وبعد تخلص السجدة في السناف باش تكاد ركعة في السناف هكا. ثقي ذا الفرض الجلسة في غيمثني ير السجدة الأولى أكو تسناف. الحديث نتوجه هذا الورس إن ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، يتوكيد بزاف في الاطمئنان. تسولي ثابت مثلا ذن يمذانا ذن قاف رابيد إلا وتخدم السرعة في الصلاة تخدم، ولكن تخدم الفرائض هاكي، تخدم الفرائض حارض نغشو خدم الفرائض ينيش وفقط، ولكن السرعة التي تدفعك بشكل سوض أتجدرك الفرائض هذا لا يجوز. ولكن في الجلسة مثلا ند العلماء أن يثني المصلي رجله اليسرى تصل مطاقي 9 وجاك في السريق، وبعدين ما تيفوس أتفد في الذنين ما تسمر سمحتي مثلا تسوالي ما كل مشي تغيب تفضي والله ما يزمر واش ويزمير لا يستطيع. لو كان قنزر بلي أكا الأحسن لكن إن شاء الله يا ربي براك نكمل الحلقة تاعي ينوض كاش واحد من الإخوة ذا كذا غادي يخدم لا براتيك تيوري براتيك غادي يخدم فين غلظان فين الصحان نغ الأخطاء الشائعة خاطر سمحتي إلا واندا ولا ميميون بلا مسج خاطر من الميك كان الركوع صدقوني غير كي تخدم يجلف داين ولا ما بال الأقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ذا جلبك جلب يتصوت إلى الصوت. في كذا لا تليق بمقام بعبادة الصلاة، ثم أنها منهي عنها غير صحيحة. صافي لا براتيكات نجمع ثورة الصبر في ذي الأمور النظرية. طيب جاعلا يعني ميلا سمحتي ميلا ذي الجلسة ثنكاروث هذه قيمة مشاش تاكينس، ولكن ذا غدوة سمحتي أداوي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، يعني في الجلسة يا ركعتين إنك يجلس هذه قيمة في فضار زمان وما تيفوس تلقى تفدد فذنينا كنا فذني هذا يفوس. أما وإذا جلس في الركعة الأخيرة في ركعتين جاروث توالي ما تصق مثلا قدم رجله اليسرى وثيفوس تتفدد وقعد على مقعدته، يعني الإليانيس هذه قيم في الناس تمشيش تاكينس هذه قيم في الناس. ولكن دا إذا سمحتي أفتح السؤال يخلوي هل ترى إيلاق ذي الجلسة ثانكروث الخدمة سيتادير هذه قيم بهذا الشكل هذا هكا ثانكروث هذه خدمة هذه قيمة في مشاش ديالكم إما يقيم كان هكا يعني في فضاريس هذا الشكل هذا سمحتي هذا الشكل نظر هذه قيمة سؤال الوضعيتين السؤال المطروح غير الجواب صواب كل يوم ديوان غنمشي ولا غنمشي غنمشي اسكو يجين اوريجيني راه اسكو في الصلاة نديقون غاشين وركوينا راه الى اخره. تفضل. فيغاس مسألة خلافية هل من رأي آخر؟ جماعة الخير سمحتي أحيانا أولا هي مسألة خلافية معناه هذه المسألة هكذا جاء أي خرج جماعة خاطر دي فوا يون ما تتفكني لا قال يقيم الطريقة ياكي نستفط ضيقاك سورتو ذي الحرم المكي والحرم المدني خاصة في الحرم المكي عند الغشية كاكتظاظ نتسا يطفاك وقته من مثل وقتني ركعة ثنقر جلسة ثنقر هذه يقيم بطريقة هذه يخدم يوم الجلس سورتو ما يصحى الله يبارك هذه ويدس الصفاق وهذه ويدس هذه ويدس نتسا يقيم لو كاين وقتني يا ربي تفضي ماشي يضيق
نتسا ديالنا نورمال كي كتطفى كنتي ديالنا ديريكت كنتي يخدم في صلى الله عليه وسلم غادي قيمه كديما يسبب حرج للناس، حرج شديد. ونفس الشيء غالبا حتى هنا كاين شي خدمه كي تاكي ثاني ظريف مثلا المحبه ماشي يعني نقدر باين يخسر والله والو، والله ما نسعى وقتك هو اللي خسر معكم مي تشيني تسقم ذلك كاين وقت التراويح الصلوات سورتو التراويح هذا الطويل كاين كزول غساكي معوج وين يضر يخدم هكا يمكنني مال هكا كيزول التراويح ما بقى لا خشوع ولا والو. إلا يمكن بعد ما يفوك ركعتين ناصي في عينيه سنقص كتشطح سكر خطير يمكن هكا على خدمه كيعجب راه في الدرهم كان غير نوضه كيعجب راه في الدرهم كان المينيموم ديالنا غير نسلمن ونصمدوا الرياله المينيموم ونصمدوا الرياله نهضر في سوسف اللي خدمنا كنيتا نهضر فيه ستراتير ترونسبارونس نسي سيد الوسواس يكماس يتف والله هذا يصور ينيش والله هذا الفيستال الكوير تجلات ينيش والله هذا غادي سكواس بيتي سوسف فغند شويه بامن انك ما بقى لا خشوع لا والو صار جوا كان مدفوك ظليت ديني الشيخ السلام عليكم السلام عليكم روح وزير ما سعوده فصارت كينو انك لا صعب لان تجا ماشي دين ثريث مثلا لنتلو ثقيله مدينه هكا ماشي معنا شويه جزاره ارجو الى كنهضر لا ترونسبارونس يوث في قد والله الوسط ماشي ساقي خدمه كان بروفوكا كان تيمسالاكي باش نزر باللي المينيموم إلا قال نخدم كمسلمين في نسلمن ولا قرا من فور إن غدا غمر نبت ذاك داك في الصفات تفضى أكي سامي صدر المكي يا خويا العزيز ضور ذوينا يشوف ضاري تجي ترانكيل تبع على صدرك إلا قد يحبس صارت كي ناخذ هرجه يمكن يعلى رشيك يكتب انت الله غالب سوتي انت مش تحتني حساسه اي غير خويا علاه ذاس يشتكي من السنه باش يستوي الصف الكتف الكتف والقدم للقدم يستوي الصف ايوه ولكن المبالغه ليكسي المبالغه ذونيك ضر غير تصرى من في صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل طول يصلي شفت كان من بعد يتفتن ولا انت يا معاذ ولكن راك اش ماشي غير الشيخ خمسه الايات سيدي افتن انت يا شيخ يولي الشيخ يعني شويه يقرب بلانيد الساقي رابيد الساقي ماشي جياسكا ناس ديريكت ماشي جياسكا لا الشيخ وسقراره ما كاين ودي غير سوره البقره باش افتن انت يا شيخ يا غير شويه الايات شويه كا الكوراج الاكستريميزم كان هكا ولا هكا. طيب اش بعد ولكن سمحتي ما نقيم ثلاثه التشهد سمحتي الجلسه بين السجدتين لا صحت ثورة ما نقيم تحريك ثك الا عليه ثنون امشي تسحرك يا اخي ما تقيم ضد التحيات يود ما امشي تسحرك ثك يا اخي تساكي حريك ماشي تسا ثك نسفهم في الناس امشي سقارن تاكي امشي سبابه امشي سقارن لا ولا كيف غسل الزرم ثقيل غير السمان السبابه سباب ماشي يولي ما يتسقى هذا كيون هذا غاتلقى اماكن يسمعنا السبابه معليش من بعد الصحابه ماشي السمان الشاهده الله اكبر صح الشاهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولكن يجوز باش يدير السبب يجوز ورد حتى في الحديث معليش تلقي معلومة كان إضافية الشاهدة طيب حريثيت كان زيغ تفضل هكا ذاك السر الساون الشيخ ذاك السر الساون هكا أنا أمي اسمحي هكا نغاكا ايوه اثم الشقرك طيب ورد ديالنا طريقه تفضل هكا الحديث هناك يمينا ويسارا حديث اكيد هنا ايوه هناك حكايه ديول
إناكيون وجزائري يخدمك ديال كعبك يخدمك تدور مليح ماش تدور هكا الناس السعوديين ناس غير كي اي ناس باش نكابتيها بيان الناس اللي تقرب الكعبه استخدم كتطفل الناس كل شيء الجزائر كيفاش تدور تبغى نكتب باش كان تلطيف الاجواء كشغل الجزائر تكمل ولا ما يخص الفقه ايوه صحيت. طيب يا جماعه الخير الان مادام السلام صافي ثلا هكا هل ترى الوضعيه تاعي صحيحه كامل لا ليست في الخلاف. الشيخ علمنا تاعنا كيف نصدق ساكي معليش تفضل. الله يبارك فيكم. هو العلماء جوزوا يقول لك الاصح كما ورد في الحديث هو يمينا وشمالا هكا نسيت كي قلقه صباح ضروات غوش ولكن ربما يكون اليوم هكذا راس دوار ويمثل راس دوار اذا غاث بضغط الدوار هكا كي دوسا. ولكن العلماء جوزوها بشرط انها لا تكون دوره كبيره. لو قال خدمك كي الا ما يسحرك من دقيقه خط لا يحرك السبابه نض الشاهده. ولكن سمحتي إما لا الشيخ علي يكفى خاطي الشيخ علي مازالت التحيات نكوين نكفى فوق تحيات نكفى اسكو جوست مين نكفى غنحبس نغير ما يكر الشيخ علي ما يكر الإمام أمشي تخدم أين الروماركير من الميث كفى كاد يحبس نو سيفو أنا ما يكر الشيخ ولا ما تكفيض تحيات زكاة تكفيض كلش غاس تكفيض يلسيك داين يكفى التشهد اني شو حبس راس الحركه كمل الحركه الا ما دينا الشيخ الله اكبر كريه تحبس ما الى في اخر الصلاه في الركعه الاخيره في الجلسه الاخيره حتى يسلم الا ما دينا الشيخ السلام عليكم من بعد احبس. طيب معناها باش فقط التشهد اسم تحريك الاصبع اليمنى ثقي غير مرتبط بنهايه التشهد بل مرتبط بالامام الى ان يقوم الى الركعه المواليه او الى ان يسلم المثل. الفرض 19 ذا شوث الجلوس للسلام مع انتهى ملميث فوق التحيات الى اخره الصوت الابراهيمي وكذا الى تقمض وتسلم وانت جالس ماشي تفاصيل صار تصوب الكفريد السلام عليكم تسكمل لا خدمت العلم بالتفصيل هناك الجلوس للسلام وهو مقدار ما يطمئن طبعا فيه المصلي. من بعد الجلوس في حد ذاته واقي ذا فرض. أم بعد في 11 السلام للخروج من الصلاة السلام إلى اليمنى يوث في نظام السنة ليوصل للسنة لو كان السلام عليكم أنحفظ نورمال نيزم تصلي نيزم السلام عليكم يكفي هذا هو الفرض. ما دير السلام عليكم ارثي الظلمط لاغوش فينا السنة صافي. الفرض 11 السلام للخروج من الصلاة وكذا الفرض باش تفرض الزالي تفك زاليتك إلا قد تسلمط في يفوز. طيب داكي لحديث السيدة عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة أم المؤمنين في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثناد قالت حكاد المياه هذه الخاتمة ثناد وكان يختم الصلاة بالتسليم يعني تفكي تصليثيس السلام ما ديني السلام عليكم. ذا الحديث عن ابي طالب ذاكرني يمدينا مفتاح الصلاه الطهور من بعد وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني الانسان ميك سلم اليمنى تحلل من الصلاه كيف الصليثيس يقبل ربي ان شاء الله الحديث كذا يصح. الفرض 12 الطمأنينة ذا شو معنى استقرار الأعضاء وسكونها لازم تسكن الأعضاء تستقر الأعضاء في جميع الحركات. ولكن الحديث ذاكني وليه في
كل مرة سيقار خدمك حتى تطمئن، خدمك حتى تطمئن، معناه ولا قادر لي رابيديتي جيفيا كني ذا بوانتين ذا نلقى خاطي. الطمأنينة في الصلاة فرض باش نلعب على سيد مثلا وش يقرا لك حالة غادي اللي كيدير خاطئ سلام الحديث هكي. وإذا قيت مثلا ما كدلنا مع الأعضاء ينك تستقر تسكن، أما في حالة الركوع أما في حالة السجود. وما كيكون دينا غيث مثلا لعب ذو الركوع والزمان ذي ركعة لما ندا يبض أنت تسمر ثيس وغير كلفة ربي تسمر ثنا ثبضض غنيفوني أحبس لحظة قسمة ديال سبحان ربي العظيم بعدين سمع الله لمن حمده. صافي قلتي 12 في 13 تنكاروث ترتيب فرائض الصلاة. ما تريسبكتي لوردر ني وقف حد ذاته الفرض سيتادور زعما تزور السجود من بعد الركوع، تزور الركوع من قبل القيام، لا أكنمي يزوالت ما تحافظ في الوردر في الترتيب واقي ذا الفرض. ثم نكمل بعض السنن على الأقل. إلا كنخدم السنن كاين مثلا دو كاتيجوري، ثم نخدم سنن الصلاة السنن نصلي أي نهضر كيف الفرائض في كذا ذا الفرض أم كل حاجة مثل طشاقي ذا الفرض. ثم ناوي السنن اللي انت دو كاتيجوري، السنن ومقارنة مؤكدة إلى مقارنة السنن الخفيفة في السوسيت خفيفيت مدينة السوسيت خفيفيت معناتها ما إلا تجري وتنغاشو تسادر السجود السهو في كذا لا تورقع بسجود السهو يا جماعة الخير، لا تورقع بسجود السهو مفهوم؟ تصوت الركوع عندك تصوت إلى في كذا لا تورقع، ولكن السنن الخفيفة ما تحتاج إلى ترقية بالسجود السهو قبل أو بعد، السنن المؤكدة تحتاج إلى ترقية كما سأشرح الآن. صافي نغد السنن لا انت دو كاتيجوري سي صنف مزور قال السنن المؤكدة ذا شو ثم زوروث قراءة السورة أو ما تيسر من القرآن، يعني مدغري ذي ركعة أدغر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفكت ولا الضالين، من بعد أدغر شوية سي القرآن شوية نسي القرآن أما تصورت إنا أعطيناك الكوثر نقول هو الله أحد نغ شوية سي القرآن في سورة البقرة هكا شوية آية نصناتنا ولو آية ندعو العلماء ولو كان يمثل الآية ثقيل السنة ماشي ذا الفرض ولكن ما تصور لكن بعد نظر بالتفصيل بعد السجود ما تصور أتسترقع السجود السهو مثلا زور ركعتين زور المغرب وحدي الركعة مزور تغرد الفاتحة تصور تغرد الصورة شفو قفلت السلمة تصير صليت أتغمض ويقرأ السجود نتا ثلث سجود السهو ولكن قبل السلام إما إلا الزيادة وقي سجود السهو البعدي هذا نشرح بعد إن شاء الله. الله لقيت مثل قراءة السورة بعض الآيات ولو ركعة واحدة في الركعتين الأولى والثانية ثم زور تسناف خاطر في وسط العشاء الركعات الثلاثة ذي 4 أنغر كان الفاتحة ولا ثلاثة سورة صغير وقي في حق الإمام والفذ أما ذا الإمام أما ذا هكا صف ما الصلاة الجهرية أنا في كلام الصوت ما كدلنا يغرد الشيخ سورة الفاتحة يغرد شوية اسم القرآن اسم كلام الصوت لحديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة أو كذا سورة ويسمعنا الآية أحيانا دي فصلات السرية أتسلمي الشيخ أستفغ الآية كي يتفغ كشوت لا حرج هذا من الفقه وسقرا مش دي طهور ينتقدس الجهر دي فاينة كلمة نصرا نسل ذا شو صورتي دي قال دي صلاة السرية ولكن ماشي كامل تشد جهرة ما كان المغرب وكان العشاء خاطئ كان كيستفغ يعني يسمع الآية أحيانا كان يسا ذي الحديث ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب الحديث صحيح رواه الإمام مسلم ركعتين ثنقورا أما ذي طهور أما ذي العصر أما ركعتين قالوا في المغرب في 3 أما 3 ركعتين قورا من العشاء في كذاكي الفاتحة بلا تصورت
يكره تكرار الصورة الواحدة في ركعتين في صلاة الفريضة. لأن شريك مذانا يبرونشي كان قوله الله أحد تينك سواسمي دي الشفاء أدي غير ركعة مزوالوث الحمد لله رب العالمين في من بعد أديني قوله الله أحد الله الصمد في ركعة السنة كيف فوتوكوبي تعود كان يقوله الله أحد. ذا يقول لك العلماء لمن يحفظ غيرها بس قرر غير ثمغارث كما كنا ثمغارث جيدا كنا غاصيضا يما ذاين السن مثل الحمد لله قلهم الله يبارك يعوم الخير ذاين السن ميولي السنن إلى أدي غرف في صورة ثياب مشى فيه قلان أيوة. ولكن في حاجة بعض الناس يكتفي الآية اللي كان صورتني لا يحفظ أذي يحفظ والاستقارة كم قراء ثورة لنت الوسائل أخذ مثلا كاسيت خامش تعود أسد تصل تصل أتحفظ البالغ القراءة أتحفظ. ولكن ولا تكره المداومة في المذهب المالكي على قراءة صورة واحدة في كل صلاة ما إلا في الظليث كان حدث خطي. الأفضل مراعاة ترتيب المصحف. سمح لي مثلا غير ضد ذي ركعة مزوالة الفاتحة من بعد ثرني ضد سورة قل هو الله سورة الإخلاص أباري تشغل مارشاريا أدغر مثلا سورة التين والزيتون سورة الضحى روح على سورة ديوسان فيرس مع انتهى أدغر قل أعوذ برب الفلق نقول أعوذ برب الناس تغير سورة البقرة شوية السيس روح المائدة روح العمران روح الكهف روح الطه روح الرزدات وتشغل مارشاريا. ولكن إما تغير سورة قل أعوذ برب الناس الركعة الأولى يجوز ذاك تغير في آيات الأولى من سورة البقرة مثلا يجوز. ولكن ما إلى خطأ تصير لا حرج عليك هكذا قال العلماء. إذا كان خطأ ما يدير في بالك بديت تحافظ يعني الأفضل من باب الأفضلية أنك تراعي ترتيب الصور. طيب سيدي السنة في السناث الجهر بالقراءة تلقى السنة من الجهر الصلاة الجهرية صلاة الصبح إلى قد جهر ركعتين صلاة المغرب سنة ثنتي مزورة صلاة العشاء سنة مزورة الجهر صلاة الجمعة أيضا الجهر ماشي السر في كذلك كلها الجهر بالقراءة ثقي ذات السنة المؤكدة. طيب سيدي وبعدين العلماء في كان تفاصيل حد الجهر أن تسمع نفسك وتسمع من يليك هكا الزلط. ولكن الحد الأقصى لا حد له لذلك كما هو صوت الجماعة الشيخ يجهر ويصلي بالجهر. ولكن زاد بخامي صلي بما تسمع نفسك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا جهر السلغيماني وقال يدي قرا هذا سلامي ماشي تذكر الصباح دي فوا سمحتي مثلا وان كان إلها على كل حال باش نذكر قال يتصنع ما تقول ضايع يخدم المشاكل ويخدم على الله غالب كوا ساعه قضا تكروت مثلا ثروي في الله قاضي نزال تعيش بس كيف تغيوني باش هذه الظل في التواليت دي صاد با سمحتي ماشي داخل بيسي داخل صمتوث نايكن كيني باب غنيك والله لك ما تزرد اكمل غاز الصار يخدم كان زدي يخدم كارطون دينا غاشو كشم زعما توضا من بعد الصاد مازال ساعه المشاكل مازال ساعه المشاكل اخرى حكي ما دوك ندعيو ذا يونو الجون كني ذا ظليت بابا سيفاقاس تسات فاكتور ثبا ما يخدم الله شي دخان اسومبلي جينيرال الناس سكوسمي في ذا ظليت فوق شي شاكي فاكتور ثبا ما ثولي يقوى الجهل الله غالب تلقي ضرار ذي ماريكان ذي الروس ذي المروك ضرار ثمور ثم إلى الجهل ربي يهدي ما خلق والله ما نفرح وكذا كيف أنا فريد هدي هذا ربي ذاك أدريني هذا ما كان. ولكن أرزمو كان الرخص وأيضا يظن الناس منوع أمان استخدام أمان والله إني غاس ضد الرجال روح الرجال مثل فكيت 35 تيفك ما ولا شاب ولاش صوزر يخزروا باطل دم زرو تيما مزال ما إلا فريمون يسجني كذا داخل البخام ممنوع في الأخياك رخصة خذها ولا حرج. في الثلاثة السنة في الثلاثة الإسرار بالقراءة في الصلاة السرية أما كدنا الصلاة الجهرية نجهروا صلاة السرية ثفا دي فصل يوم زاد ظهور الصلاة سيداك خاطئ الظهر السر العصر السر ركعتين قرث المغرب ومرقصنا على كل حال إنك أقل السر حركة اللسان أقل السر
هذه حالة كيرسي. الصحابة الناس كيف عرفتم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الناس باضطراب لحيته، تحرك ثمارثيس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضرف اللي كان يقرأ يحرك اللسان. من هنا قال العلماء لا تقرأ بقلبك، أتخن ذاك نقول كان نقول ليه كان ترى قرأ، ولكن حركة سي. بالعكس كاين العلماء اللي قد حطوا في صلة السرية مثوره باش تخشع. أقرب نهضر في شرح بلوغ المرام الدرس القادم إن شاء الله في الخشوع، مثوره تسمع ضمن هيك شوية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في قصة السرية أتغرتك لا حرج باش تكونسونطري لا حرج، ولكن ماشي نقول. طيب سيدي في صرفها بون بالنسبه لمطوث السر، مطوث السر صار صلاه الجهريه، ولكن ما لا تجهر قليلا بما تسمع نفسها لا حرج ايضا. طيب في صرفها السنه في صرفها التكبير في الصلاه غير تكبيره الاحرام، ذي الحركه النيه بدل تروح ذاك النيه الله اكبر الله اكبر في السجود هكا ترفع من السجود الله اكبر في كذا ياكل السنه في كذا ياكل السنه ما تصور تقعد على السجود سواد بالتفاصيل. اسكو يثنى النسيان كان يثنى ادخل من السجود السهو نغسل ثلاثه النهضر في الاسد. القيام من الركوع من الركعه ماشي من الركوع من الركعه في الركعه يعني بعد السجود. في 5 التحميد سنه مؤكده ماشي خفيفه، سنه مؤكده مرض سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، تروح سنه خفيفه ماشي سنه مؤكده هكا. السنة المؤكدة بدين سمع الله لمن حمده إلى قاتل دينير. أما ذا الإمام ماذا ذا المأموم في ديني سينا ماذا الإمام كدين ربنا لك الحمد ما إلا ذا الفذ زرد وحدك أدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. في 6 الجلوس للتشهد الأول في الركعة الثانية في غمثني باش تدخل من التشهد الني وكذا سنة مؤكدة. في 7 في 8 أنتسلك له التشهد الأول والثاني في حق الإمام والفذ. في 6 الجلوس للتشهد، في 7 في 8 التشهد الأول والثاني. مرخ نضك التشهد الزلص ركعات أنقيم أخذ التشهد وقي سنة مؤكدة. ذا من فوق ظليت أنخدم ذا التشهد وقي سنة مؤكدة، ولكن وين التحية لله وكيف نقارن التشهد الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا وين فينا السنة الخفيفة ماشي السنة مؤكدة، السنة الخفيفة ماشي السنة المؤكدة. دي فوا كتولي من الإمام دي أحيانا يسرع النظام ماشي نورمالمون ما يكفيش الوقت يخدم ثنتي سنات. أما التشهد أما الصلاة الإبراهيمية مو يخدم الصلاة الإبراهيمية لا حرج عليه خاطر فينا سنة خفيفة. ثورا نفوق السنن المؤكدة. ثم نكمل فيما بقي من لحظات السنن الخفيفة. شوف مازال الشيء 4 دقائق. السنن الخفيفة فقينا العلماء لا تترتب على ترك شيء منها سجود. ثم زور السترة جاء الحديث الذي صحيح البخاري صحيح لكتاب بلوغ المرام راكم نقرا الحديث. السترة مع نتايا مثلا أكام دينا تخدم ضبي زداتك نغ الحيض نغ حاجة ولا كنت داع كواز زداتك أي حاجة سترة أي حاجة زدات السجودين باش ما تزلط. ثقي شو الفايدة جا واقف الحديث من بعد هو الفايدة. الحديث قاديني السفغيتي دي صوت الإمام البخاري الإمام مسلم حديث الصحة متفق عليه. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار وكان هذا يحصون غادي يزار وين كنا يزمن تزالي وين يتزلل بين المار بين يدي المصلي وين يا الدين زدت وين يتزلل ماذا عليه من الإثم لو كان هذا يحصون وهذا يزار ذا شو اللاثم ذا شو الذنوب بقرفان لكان أن يقف أذيفد سيرفو أذيفد 40 ذاكي غير محددة العلماء ذاكي إن كان يفسر لك 40 سنة ذاكي كناية عن بالأترجوض مهما كانت المدة أترجوض ودي في قدر بيس أصلا 40 ثانية 40 دقيقة 40 سنة ودينا لا
ذاكي الغرض منه هو الوعيد، يعني يتوعدنا من أن نقطع الصلاة المصلي، خاطر بعض الناس يستهزئون بذلك. هذا هو بعض التفاصيل. لكن أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. خير ذفت مدة طويلة يا رجل ولا يتم تصلي. فلا يدفكر كلك بعض الأخطاء نخدم. برمي الأخطاء نخدم ذيك خامل النغ هذا غيعفو ربي كان ذاك أتصفض الشات تزلط ثمطوط هيك نغيب ماك نغبافاك يولك تزلط هذي تسوغو يشجع لي ميساجك شنيا لا شو الدريا ياكي سمحتي مارنا سمحتي وقال لي ساعنا لا شو الدريا ياكي الدريا انت خير الزمان يقصدك الشيني يا كل ميساجني اسامسنا كي الشيني بيدوز انا يشجعك على الهواء مباشره. ايوا سيدي ويا غتستحسحك انت مطوط ذاتيك الدمثه غاوسه هادشي دمك ذاتيك فيك ولا داس ذاتك تسفرفو ذات سنادي تسقلب فيك ولا كنتي خدما تقدر ماشي كلام ثقي برمي الاخطاء نخدم اي ثمه تظليت الساعه مازال كنت الفغي مثل ولا ضيوني تظل في كاس الحرم يا عجبه يهوه جيران غتفضل تهضر ريسبونسابل سمحتي ماشي مع احترامات الجميع المسؤولين غتشبض المسؤول سيو الخشوع ولا تطفطف الناس الحذر ما تفطني التليفون رغم شغلك كيكونسونطري اذا غادي تشمض غاسي داك السكرتير يشمه اكا تشمض بكل ادب وكيف بدني بشي تجلس نخدم معاك معليش الحلقات لها تقرز هي الظريف يا عجب واش انت كاين القيمه صنفتي القيمه ويا يونس قرا وسيد عليك المرجع اعتقد الحسن يتشغل الوضوء يتشغل دور غايكني سيل خيمي سي ولا شو كي راك تبدل وذمي ينيس على بالك اش تهكي ماني والقبل ربي الشغل ماشي الشبيط يشم ديال الاتموسفير ديال الكلي ديال الجو اللي نصليت ينيس تهكي غيماني والوضوء القبل ربي صافي دير تصلي في كيس زال في غادي نير الميساج كيف غنسي والله الا قاسني فيك الحرمه اسني في كازال هكا مثلا اذا تزال ديك زعما كديونا فريد استخدم ذاك باش يفهم رساله باللي ويزمر تصليت اذا غير قد يدير فقهيه انا نعاود ديوني خدمه ساكي ولا في كاسه فلوسي كمال يحسب لي صحيتي سيفك لا باس يخدم هكا صافا يكمل يتسمح سيقار في زميل تصليت فيه تفاصيل ذكر العلماء ما كان يلقى يسلف تعنفه قليلا الى اخره واش ما التفاصيل يمكن نكتفي بهذا القدر ولكن بين قوسين ذي الحرم المكي لان مثلا غير قزارنا يبغى نسام كاني ان شاء الله ربي ما يحرم حتى واحد اسكو ممكن نطبقوا هذه المساله سؤال اسكو ممكن تطبيق هذه المساله خاصه في الحرم المكي يعني مكه المكرمه ديال الكعبه الشريفه عندها مئات الالاف من البشر ملايين اكثر من مليون صافي يعتبر ملايين تظنوا كثير الغاشي الى اخره من يجيب خاصه اللي راهم حج ولا جابوا عمره تفضل شيخ غير ممكن لذلك الحنابلة رخصوا في هذه المسألة ترخيص كبير خاطر لا يمكن باش ديننا اتخدم الصوت راس دافي لا يمكن هناك حرج شديد جدا وبعض الناس بدافع السترة اثين ديو شغل كارد كور اسيني قيم زيزداد سورتو امام الصلاة خلف مقام ابراهيم اتفضل غشيد الله غير مثل الفقه أشيني ربي ناد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ألور دينا مقام إبراهيم من كذا ديريكت باب الملتزم باب الكعبة دافي ذا قرنت تصلى وذي الغاش يخدم الطواف أديوي 3 4 أسخدم لك شغل كارد كور أتعسنس العنف باش هذه الصلاة سيلا ثمر وايض وقعدنا ركضنا كل غاشي ظهر الغاشي نتساوي رزول راس الخشوع ورزول على الخشوع باسكو ذا القلب كان ينقض ويغرد في الناس ويغلي في الناس الى اخره. المهم تصل المساله على كي نوصلوا موضوع الحج نعطيو تفاصيل في غادي نغدينا الامر في رسل ولكن كي نكونوا في حاله من اليسر عن ذاك غورنا خاطين ولا كما غيتصلى ولا قارس نلزم تصلي
في الثلاثة هذا يسرع قليلا. الخشوع في الصلاة. إذا ما ديني ولي عجبا الخشوع في الصلاة السنة. أيوة سنة. سمحت يا جماعة الخير، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. على كل حال في الدرس القادم في شرحنا لحديث بلوغ المرام إلا موضوعك عنوان الخشوع في الصلاة. أد نهضر في لسون ديتاي خشوع البدن وخشوع القلب. إزمريون في الصلاة ما يخشعش في البدن، يخدم الحركات، يخدم كل لي موفمون. مرة يخدم هكا، مرة تستمر في سي العفيس، مرة يخدم هكا، مرة يخدم هكاكي، يخدم الزاليت ولكن يخدم انت النسوان انت كل والله ولي يشمدك من الطرف ولا يشمد كان دغيا ولاف كاميرا مخفيه يطفي كل شيء هو الناس. ثقي البدن لم يخشع. إلى تفضيون يخشع في البدن ولكن القلب لم يخشع. هذا ربي سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المراد بذلك خشوع القلب مع خشوع البدن. طيب المهم ذا كذا الخشوع لا مقارن الخواطر الرديئة لزيد نوار أتفضيون لكن الظلة استسنتير الأفكار. الموضوع عجيب مهم خاصة في عالم الشباب. هذو غير غرس الدرس وايض لازم لأنه سيسنتي زيد نوار للوياض ميدو سنتي زيد نوار. السلام عليكم السلام أليزم تظليت هذه عوث في أخطاء كلها ترتكب. فيه تفاصيل سنذكرها في اللقاء القادم. المهم ويسين الخشوع في الصلاة. وثلاثة السنة الخفيفة ثلاثة تطويل القراءة في صلاة الصبح والظهر. من السنة في صلاة الصبح الشيخ هذا يطول في القراءة أو في طهور. في ثلاثة في صلاة مع تقصير القراءة في العصر والمغرب. صلاة العصر هذه غير كان شوية بعد قراءة الفاتحة. في صلاة المغرب تكون القراءة قليلة. في خمسة توسط القراءة في صلاة العشاء. في صلاة العشاء القراءة وسط. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي مثلا إذا السماء انشقت وصل يصلي والتين والزيتون إلى آخره. وطبعا ذاكي من خلال استقراء يعني صلوات النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة. في ستة التأمين يعني قول المصلي آمين بدين الشيخ ولا الضالين. من السنة أدري آمين سنة خفيفة ماشي أوبليجي مدنرة با بروبلام منات السنة خاطر آمين معنى اللهم استجب يعني ربي قبل تصلي ثقيل قبل الدعاء يسمى داخل من سورة الفاتحة يهدي الصراط المستقيم إلى آخره. ويسمى الحديث هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في السبعة القنوت في صلاة الصبح. ظلم الشيخ ميزان صلاة الصبح من مين؟ القنوت معنى التضرع والدعاء لرب سبحانه عز وجل بعد القراءة من الركعة الثانية. ميفوك الركعة الثانية يخدم الركعة الأولى صلاة الصبح. من بعد الركعة الثانية يغرد الحمد يغرد مثلا قل الله أحد يفك القراءة. هذه السسم أدي غر ديال المذهب المالكية أدي غر القنوت دعاء القنوت دعاء القنوت. هل يجوز قراءة دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع؟ يجوز حتى في المذهب المالكي. المذهب الشافعي يدور جارا اللهم اهدنا بالمدير فاصل الركوع اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره. ولكن المذهب المالكي أيضا يجوز قراءة دعاء القنوت بعد القراءة من الركعة الثانية أو بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية. وإلا دعاء القنوت في كل صلاة ماشي غير صلاة الصبح. متى؟ في النوازل بعد شهر انت المصيبات الهموم الفتن وكذا ذينا كل تصريف ما عجبك خدم دعاء القنوت. وهذا ورد في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. في الثمانية باختصار إعادة التحميد بعد الرفع من الركوع. ما دين سمع الله لمن حمده ثقي السنة مؤكدة. ما دين ربنا ولك الحمد سنة خفيفة. في التسعة الدعاء في السجود. ما نسجد ذاكني الدعاء في السجود ثقي السنة خفيفة. ما تخدم الصلاة بس تخدم الصلاة دلو خاطر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام مسلم إنه أقرب ما يكون العبد يعني من ربه يقرب سيدي ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. ولاش الوقت دا يقرب ومذنر سيدي ربي
مري لكن في حالة السجود الخضوع التام لربي سبحانه يلها الدعاء ذاك في السنة. 19 الدعاء في الجلسة ير السجدتين أدي اللهم اغفر لي أقلها اللهم اغفر لي أتسجد السجدة الأولى متقيم ذاكني من السنة أدي اللهم اغفر لي ودين ضرر لا حرج. في 11 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ذي ندعو من الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الى اخره. فينا السنه خفيفه. في 12 تنقالوث التسليم الثانيه الى اليسار السلام عليكم تلقى ذا الفرض هكا النتيج ما دير السلام عليكم يعني على اليسرى تلقي السنه والسلام عليكم ورحمه الله.